هذه الصورة الجميلة تبقى تاريخية. هي ربما الدولة الوحيدة التي ساندت القضية الفلسطينية، وهذا يبقى في وسام شط. لو كان خليتونا خرجنا للخارج ممكن نكونوا في المستوى العالي. كنا رايحين نلعبوا دي كوب دوروب، حنا كنا رايحين بلي كرو كلوب كونتاكتونا، سي با لا ريغولات كلوب تاعهم. في خبر عاجل، انفجر الإعلام الجزائري قبل قليل بعد نهاية المقابلة بين فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق الترجي التونسي بعد رؤية الإعلام الجزائري لشجاعة جمهور فريق الوداد المغربي، حيث أنه دعم فلسطين على أرضية ملعب محمد الخامس في المغرب. هذا وقال محلل جزائري: جمهور فريق الوداد المغربي دعم فلسطين بشكل قوي ورفع تيفو عالمي وتاريخي أمام العالم وأمام الفريق التونسي بهدف دعم فلسطين والشعب الفلسطيني. أقف احتراما لجمهور فريق الوداد الذي قدم لنا درسا تاريخيا. يجب أن نعترف أن هذا الفريق بان عن شجاعته أمام العالم عكس الأندية الجزائرية التي لم تقم نهائيا بدعم فلسطين. أتمنى أن يكون لدينا فريق مثل فريق الوداد في الجزائر. هذا فريق دائما شجاع ودائما ما يدعم فلسطين مقابل التزام الأندية الجزائرية بالصمت. يجب أن نتعلم نحن الجزائريين الشجاع من جمهور الفريق الأحمر. ولقد انبهرت كثيرا بجمالية التيفو الذي رفعه جمهور فريق الوداد ورفعه أمام العالم وأمام التونسيين. شكرا لجمهور الفريق المغربي، وأقول للشعب المغربي: هنيئا لكم بهذا الجمهور الشجاع بالطريقة التي دعم بها جمهور فريق الوداد المغربي الشعب الفلسطيني من أرضية ملعب محمد الخامس.